ما عنديش الزهر. ما عنديش الزهر. كاع صحاباتي خدموا تزوجوا وانا لا. انا ما عنديش الزهر بحال فلانه اللي زوينه وكلشي كيبغيها. انا ما عنديش الزهر اللي درتها ما كتصدقش ليا. انا ما عنديش الزهر. هذه واحد الجمله اللي تقريبا بزاف ديال الناس كيقولوها. الزهر اولا الحظ، واحد الحاجه اللي كيقدرها الله على العباد ديالو. بحال شي وحده فيكم الا تزادت في واحد العائله اللي لاباس عليها، حيت الله بغى الحظ ديالها في الدنيا يكون بحال هكا لواحد الحكمه اللي كيعلمها غير الله. والعكس عاوتاني بالنسبه لشي واحد ولا شي وحده زادت في واحد العائله اللي ماديا فقيره، اولا شي وحده اللي زوينه بزاف، هذا حظها في الدنيا. ولكن راه كل شيء هادشي ماشي صدفه، كل شيء مرتب بحكمه من الله. بزاف فيكم اللي كتشوف راسها ما عندهاش الزهر، ولكن هي في الحقيقه غارقه في النعم. كاينه شي بنت كتشوف راسها عندها العكوسات والتعطيل في حياتها، وكتحس باللي كاينين بزاف ديال الحوايج اللي سلبيه في حياتها. بغيت في هذا الفيديو نبدلوا شي معتقدات ونردوها من سالب الى ايجابي. ونبداو باول حاجه، هي ما نبقاوش مركزين غير على السلبيات اللي كاينه في حياتنا. علم النفس كيقول كل ما ركزتيش على الحاجات السلبيه كل ما تحسنات. ماشي مثلا كل نهار كتنوضي تقولي اللي قد راهم تخطبوا، اللي قد راهم تزوجوا، مازال ما لقيت خدمه، حياتي سلبيه ولا ما عنديش الزهر. كل ما قلتي لراسك هاد الهضره وشاركتيها مع الناس ولا بقيتي كتهضري عليها، كل ما هكا كتزيد تكبر هاد العكوسات اللي في حياتك. كل ما قلتيها كل ما كتجي تبيلك هادشي لراسك. فاول حاجه نديرها هي انا راه شايفه كاين شي حوايج اللي سلبيه في حياتي، مثلا ما كملتش القرايه ولا ما لقيتش خدمه، مازال ما لقيتش مثلا الانسان المناسب. نقول باللي كاينين بزاف ديال الامور اللي سلبيه في حياتي، ولكن نحط واحد الايمان ديالي في الله، واكيد ربي غادي يعوضك. حيد لك هاد الحاجه غير باش يعطيك حاجه اخرى، وسد واحد الباب في وجهك الا باش يحلك واحد الباب اخر. وهذا الشيء كامل جاي في وقته المناسب. فهذاك الشيء السلبي اللي انت فيه دابا حاولي تمنى الايجابي، وهكا غتطلعي المورال راسك وتقلي من التركيز على السلبيه. ماشي اول ما تفيقي الصباح تبداي تفكري وتحسبي غير في السلبيات، انا مثلا هذه ما عنديش، انا هذه خاصاني، انا هذه ناقصاني، هذه ما عنديش. حاولي تستغلي الصباح وتفكري في شحال ديال النعم انت فيهم، ولكن انت ما رداش لهم البال، في حين ناس اخرين باغين ومشتاقين لداكشي اللي انت عندك. كاين بزاف ديال الحوايج ما كنشوفوهمش وما في الحقيقه نعم كبيره، وناس اخرى كيتمناو غير النص ديال داكشي. قد ما ركزتي على هاد الايجابيات ربي غيزيدك النعم ديالو وغتبدل حياتك. بحال شي مرة مثلا راجلها كيتقدى ليها ومهلي فيها وما مخليها مخصوصه من حتى حاجه، الا مشات مثلا تلاقات بواحد صاحبتها ولقات عندها مثلا واحد البراسلي جديد، كترجع للدار وكتبدا تقول راجلها انت ما شفت منك والو، ما جبتي لي حتى شي حاجه، مع انه راجلها عاطيها لو ماكسيموم اللي يقدر عليه. كيتقدى ليها وشاري ولا كاري دار مستورين فيها وكيشري ليها على قد جيبو. بحال هكا كيوقع الاغلبيه ديال الناس ربي كيعطيهم في النعم، ولكن هما ما رادينش البال وكتقولك ما عنديش الزهر. اغلبيه كيبقاو غير يتشكاو وكتقولك انا ما عنديش الزهر، ما عندي والو، ما شفت حتى شي حاجه، انا ما درتش كيف البنات. فلا تكوني من هذا النوع. علاش؟ بحال هاد المراه هذه اللي هضرنا عليها دابا، شنو غادي يطرى ليها؟ راجلها غادي يبعد عليها وما غيبقاش يشري ليها وما غيبقاش يكلف راسو. علاش؟ حيت كيولي يحس باللي هي ما كتستاهلش، كيحس بحال هو كيعطي وهي كتنكر داكشي. فبالنسبه لك انت الى ربي كيعطيك وانت كتنكري، فهكا كتعتبري انك انسانه غير شاكره، واللي ما كيشكرش الله ربي ما كيزيدوش. ونزيدك الاركان ديال الايمان اللي كلشي كيعرفهم: الايمان بالله تعالى وبملائكته ورسله، والايمان باليوم الاخر، والايمان بالقضاء والقدر بخيره وشره. البنات اللي كيحسوا ما عندهمش الزهر داخلين في الايمان بالقضاء والقدر. يعني باش تكون مؤمن وباش تكوني مؤمنه خاصك تكوني راضيه بحكم ديال الله عليك في الدنيا، تكوني راضيه بداكشي اللي كيعطيك كيف ما بغى يكون. مثلا دفعتي انت وصاحبتك لشي خدمه، هي تقبلات وانت لا، هي تقبلات حيت الله مقدر لها هذيك الخدمه، وانت الله مقدر عليك شي حاجه في واحد الوقيته اخرى، وانت خاصك تكوني راضيه وفرحانه واخا يبان لك داكشي اللي كيطرى لك في حياتك ماشي مزيان. والحكمه اللي كاينه وسط هذا الشيء الله سبحانه وتعالى هو اللي عارفه، هو اللي عارف شنو مخبي لك. وثقي بيا كون عطاك الله تختاري كيفاش غادا تعيشي ولا شنو بغيتي يكون عندك في هذه الدنيا، ما غتختاري الا داكشي اللي اختار لك الله، حيت هو كيعرفك حسن منك.
وحاجه اخرى، ما تكونيش انسانه كثيره السوء وغير كتشكاي. زعما تكوني انسانه اللي ديما علاش يا ربي عطيتي الفلانه وانا ما عطيتينيش، علاش يا ربي طيحتيني مع هذا الراجل، علاش يا ربي انا ما نجحتش، علاش يا ربي درتي لي هذه الحاجه. هاد الاسئله بالذات كيتعتبروا انك كتدخلي في الحكمه ديال الله سبحانه وتعالى. فاش تشوفي شي حاجه مزيانه وزوينه عند واحد الانسان اخر، قولي يا ربي بارك لهذا الانسان في داكشي اللي عطيتيه وعطيني كما عطيتيه. والاكيد غادي تصدمي من التغيير ديال الحياه ديالك للاحسن والافضل ان شاء الله. كنتمنى لكم كلكم الخير وتهلاو ليا في راسكم.